اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهارده عن مشكله معظم الناس بتعاني منها، انا وانت والناس كلها، الا وهي الاستعجال المستمر. دايما بتلاقي عندنا مشكله في القرايه او الحفظ، تركيزك دايما بيقل، واوقات كتير بيبقى عندك صعوبه في فهم الكلام اللي انت بتقراه. بتبتدي اي كورس بحماس كبير جدا، وبعدين ما بيبقاش عندك خلق ان انت تكمله للاخر، وحتى الفيديو ده مش هيكون عندك خلق ان انت تكمله للاخر، وهتكون حابب ان انت تقلبه بسرعه. اطمن يا صديقي، المشكله مش مشكله ذكاء او فهم، ولكن مشكله ممكن يعاني منها جيل كامل بسبب استخدامنا للانترنت والادوات التقنيه. وعلشان نفهم الموضوع كويس جدا هنتكلم النهارده عن مجموعه حاجات كتير، منها المرونه العصبيه، التصفح السطحي، تعدد المهام، ضعف الذاكره، واخيرا واللي هو الجزء المهم في فيديو النهارده، وهو طرق التخلص من الاثار السلبيه اللي ممكن يعملها الانترنت او الادوات التقنيه على الانسان، او بمعنى صح على دماغه. الكاتب نيكولاس كار بيقول في كتابه اللي تم إصداره سنة 2010 واللي كان بعنوان The Shallows What the Internet is Doing to Our Brains، إن الدماغ البشرية بتستمتع بمرونة عصبية عالية جدا تخليها قادرة على تكوين وإعادة تنظيم الروابط العصبية وفقا أو استجابة للتعلم وللتجارب وللتغيرات المختلفة. والمرونة العصبية بشكل مبسط معناها قدرة الدماغ على التعامل والتكيف مع المتغيرات المختلفة اللي حواليها، والعملية دي بتخلي الدماغ يعيد تهيئة وتشكيل نفسه بناء على اللي بيتعلمه ويشوفه من مهارات وتحديات مختلفة. وبناء عليه فالإنترنت والأدوات التقنية يعتبروا أقوى الأدوات اللي عملوا إعادة تشكيل لدماغنا. يمكن من أكبر المشاكل اللي بيعملها الإنترنت والأدوات التقنية هي مشكلة التصفح السريع والتشتت المستمر، وكمان المشكلة الأكبر هي الاستجابة الفورية والسريعة جدا للمحفزات الكتير جدا اللي بتكون موجودة قدامك. والحاجات دي مع الوقت بتعيد تشكيل الدماغ وبتخليها تفضل السرعة، وبتبعدها عن حاجة مهمة جدا وهي العمق والتأمل. وكمان الشخص مع الوقت بيتحول ويكون عنده ردة فعل سريعة جدا مع الحاجات المختلفة اللي بيتعرض لها. وفي أبحاث ودراسات علمية اتعملت في الموضوع ده، وبتقول إن الشخص اللي بيستخدم الإنترنت والأدوات التقنية بيكون عنده تحفيز في المناطق اللي موجودة في المخ المسؤولة عن اتخاذ القرار، وكمان التحفيز ده بيقل في المناطق المسؤولة عن الذاكرة والتفكير النقدي. باختصار شديد، فكرة المرونة العصبية اللي موجودة في الدماغ بتوضح لنا الدماغ بيتحول وبيعيد تهيئة وتشكيل نفسه وفقا للحاجة اللي بيمارسها الإنسان باستمرار. وللأسف كل ما الإنسان يستخدم الإنترنت أكتر، كل ما دماغه اتحولت لأداة سطحية أكتر، كل ما كان عنده استجابة فورية وسريعة جدا للمحفزات المختلفة. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها النهارده وهي التصفح السطحي. للأسف الإنترنت زود عندنا التصفح السطحي بشكل كبير جدا، واللي خلانا قاعدين نسكرول على الابلكيشنز والمواقع المختلفة، والقرايه بالنسبه لنا بقت شيء سريع جدا، فبقينا مش عارفين نركز في عمق الكلام اللي احنا بنقراه، وبقينا يا دوب نخطف العناوين بسرعه جدا. ده كمان في وسط كم كبير جدا من المشتتات اللي موجوده في الموبايل بسبب الابلكيشنز المختلفه، واللي بتقلل من فهم واستيعاب الانسان للحاجه اللي قدامه مقارنه بالقراءه العميقه او القراءه من الكتب. وده لان القراءه من الكتب بتخلي الانسان عنده صبر على المعلومه، وكمان بتساعده على التفكير المنطقي المتسلسل، وكمان بتنمى عنده حاجه مهمه جدا وهو التحليل المنطقي والتامل الداخلي. وبناء عليه فالشخص اللي التصفح عنده بقى سطحي من كتر اعتماده على الانترنت او الادوات التقنيه مش هيكون عنده قدره ان هو يقعد يقرا كتاب لمده طويله، وهيحس بالملل الشديد تجاه الموضوع ده، وكمان مش هيخليه عنده قدره على التركيز لفتره طويله، وهيقتل عنده حاجه مهمه جدا وهي التفكير العميق. الحاجه الثالثه اللي هنتكلم عليها النهارده وهي تعدد المهام او المالتي تاسكينج. للاسف البيئه الرقميه اللي بقينا عايشين فيها بتدينا دايما احساس بالانجاز، والمشكله كمان الكبيره هي فكره التفاعل او الاستجابه السريعه جدا والفوريه للمسج او الاشعارات المختلفه، واللي بتنمى عندك المالتي تاسكينج وبتخليك عندك القدره او بتوهمك ان انت عندك القدره على انجاز مهام كتير في وقت واحد. ولكن لو نظرنا للموضوع نظره متعمقه شويه هنلاقي من الصعب على الدماغ البشريه انجاز اكتر من مهمه حقيقيه في وقت واحد بنفس الكفاءه. من الصعب مثلا ان انت تكون بتقرا كتاب بتركيز وتبعت ايميل في وقت واحد. من الصعب برضو ان انت تكون بتشرح محاضره او حاجه معينه وترد على التليفون في نفس الوقت. وقس على ذلك جميع المهام الحقيقيه واللي بيكون من الصعب جدا ان انت تعمل اكتر من مهمه في وقت واحد بنفس الكفاءه. ولكن فكره تعدد المهام او المالتي تاسكينج اللي بقت عندنا بسبب استخدام الانترنت زودت عندنا فكره التبديل ما بين المهام المختلفه، وبتخليك دايما مشتت ومش عارف ان انت تركز على مهمه واحده علشان تنجزها. لا دي كمان بتخليك حابب التشتت اللي انت فيه، وبتخليك دايما حابب ان انت تبدل من مهمه للتانيه بحثا عن نظام المكافاه وهو الدوبامين، واللي مخك اتعود عليه بسبب انجاز المهام الوهميه على الانترنت. وللاسف التبديل السريع ما بين المهام المختلفه الحقيقيه طبعا بيخلق مشاكل كتير جدا زي ضعف الذاكره وزياده الاخطاء والارهاق الذهني. ده بالاضافه برضه لضعف التفكير المنطقي العميق. هتقول لي كل شويه تقول لي ضعف التفكير المنطقي العميق. للاسف التفكير المنطقي العميق دي الحاجه الاساسيه اللي بيتم تدميرها في دماغك بسبب استخدامك للانترنت او الادوات التقنيه. طبعا في حاجات تاني كتير، ولكن دي الحاجه الاساسيه اللي بيتم تدميرها. الجزء الرابع اللي هنتكلم عليه النهارده هو ضعف الذاكره والمعرفه السطحيه. بس قبل ما نبدا في الجزء
الجزء ده اسمح لي اروح اجيب كوبايه الشاي بتاعتي وهجيلك بسرعه، بس اهم حاجه تستناني. ما لقيتش شاي جبت ينسون. احنا وقفنا عند الحاجه الرابعه وهي ضعف الذاكره والمعرفه السطحيه. وخلينا نقول قبل ما نتكلم عن ازاي الانترنت او الادوات التقنيه بتاثر على الذاكره، خلينا نقول الاول ازاي بيتم تكوين الذاكره طويله المدى. الذاكره طويله المدى بتعتمد على حاجتين اساسيتين في تكوينها. الحاجه الاولى وهي التركيز الكامل على المعلومه، الحاجه الثانيه وهي ان انت بتعزز المعلومه دي من خلال ان انت بتدمجها مع المعرفه السابقه اللي عندك. وطبعا الانترنت والادوات التقنيه بتخلينا ان احنا نفتقر للحاجتين دول، لا بنقدر ان احنا نركز على المعلومه بشكل كامل بسبب المشتتات اللي احنا قلنا عليها، ولا بنقدر ان احنا نعزز المعلومه دي وندمجها مع المعرفه السابقه اللي عندنا. والمشكله حاليا ان الناس بدات تعتمد على الدماغ الخارجيه المتمثله مثلا في جوجل او شات جي بي تي، والمشكله ان الاعتماد ده بيقتل استخدام الانسان للذاكره الداخليه، وده بيخلي معظم الناس في الوقت الحالي بتعاني من مشكله المعرفه السطحيه. وهي فكره ان انت تكون عارف معلومات كتير عن حاجات كتير جدا حواليك، ولكن المعلومات دي او المعرفه اللي عندك دي بتكون معرفه سطحيه وبتفتقر برضه للفهم العميق او التحليل المنطقي. واخيرا هنتكلم عن الجزء المهم في فيديو النهارده واللي هيخليك تتخلص من كل الكلام اللي احنا قلناه ده وتلحق دماغك قبل فوات الاوان. اول الحاجات دي وان انت تخلي وقت في يومك، وقت محدد تخليه من غير استخدام انترنت او ادوات تقنيه، وتخلي الوقت ده للعمل المركز او القراءه العميقه. مثلا تقرا كتاب كان نفسك تقراه من زمان، ولو حابب ان انا ارشح لك كتب قول لي ده في التعليقات. تاني الحاجات دي وهي ان انت تقلل تبديلك ما بين المهام المختلفه وتركز في كل مره على مهمه واحده. تالت حاجه وهي ان انت تقلل استهلاكك الرقمي، خصوصا الاستهلاك اللي بيكون مش مهم واللي بيكون بدون هدف. رابع حاجه واللي دورها بيكون مهم جدا في الموضوع ده وان انت تمارس انشطه تامليه زي مثلا الصلاه او الكتابه او المشي. خامس نقطه واللي بعتبرها مهمه جدا وهي ان انت تحاول تطبق كل النصايح والحاجات اللي احنا قلناها دي على اولادك لو انت ولي امر او على اخواتك الصغيرين، وتحاول على قد ما تقدر ان انت تقلل من استخدامهم للشاشات علشان تقدر ان انت تحافظ على دماغهم وتركيزهم. صدقني افضل استثمار ممكن تعمله في حياتك هو ان انت تستثمر في اولادك، وافضل حاجه ممكن تقدمها لاولادك في الوقت الحالي في ظل البيئه الرقميه اللي احنا بقينا عايشين فيها، وان انت تحافظ على دماغهم وتحاول ان انت تنشلهم من كم العبث اللي احنا بقينا فيه. ده كده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك وتشترك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.